on to my fiesta! في انقلاب نادر جدا بنشوف فيه ديزني منزلين أسوأ أفلام في السنة. استوديو دريم وركس رجعوا وعملوا 2 من أعظم أعمال في السنة. لو متابعين لفترة السنتين اللي فاتوا مع الفترة الإضافية اللي عدت على استوديو دريم وركس، هتلاحظوا إنهم في انحدار مستمر، كأن الاستوديو مات والشغف ضاع وما عملوش فيلم نضيف من 2014. وده اللي اتحس بالفعل، إن الاستوديو خلاص بيودع، آخره بيعمل حاجات أطفال عشان تبيع لعب ومفيش أي اهتمام لجودة أفلامهم. السنة دي بقى كانت مفاجأة عظيمة جدا مرتين. The Bad Guys كان فيلم كوميدي ممتاز. انا مش فاكر اخر مرة ضحكت وانا بتفرج على فيلم بنفس الطريقة اللي شفت بيها الفيلم ده. رسومات جديدة وستايل جديد منفرد تماما عن الشغل الجينيريك اللي شفناه من الألفية لحد فيلم سبايدر فيرس. فيلم ترفيه ممتاز جدا، مليء بالطاقة ومحبب للمشاهدة العائلية والكل يقدر يستمتع بيه. بس ده ما كانش اقوى حاجة عندهم خالص، ده ما كانش حتى الطبق الرئيسي. Puss in Boots The Last Wish نزل يقفل الستار ويحيي الجمهور. ده كان اخر فيلم رسومه نزل في 2022، وكان الفيلم الكبير اللي قفل السنة، زي سبايدر فيرس ما عمل في 2018 و 2019. وتأكدوا ان انا هذكر فيلم سبايدر فيرس شوية حلوين في الفيديو دوت، عشان الصراحة الفيلم ده هو اللي وصلنا للمستوى العظيم اللي احنا شايفينه قدامنا، مش بس في الرسومات، عشان الفيلم ده حرفيا ماستر بيس. استوديو دريم وركس رجع ينافس تاني وينيم الكل، يا ساتر. استوديو دريم وركس في الماضي كان معروف بأعمال تقيلة جدا في عدة نواحي، حتى لو أعمال سخيفة. ده ما كانش استوديو بيتهز بسهولة. بس من 2015 كده والاستوديو عمال يهبط، حتى مع أسماء تقيلة زي كونغ فو باندا اللي الجزء التالت كان أقل من المتوقع، وهاو تو ترين يور دراجون نفس الكلام. انما فيلمين تقال جدا ينزلوا ورا بعض من نفس الاستوديو، واحد منهم عظيم جدا وسهل يتحط كأفضل فيلم في السنة. لا الموضوع كده شكله مهم من غير حرق لحد دلوقتي. عامة الفيلم ده واخد عدة مواضيع هامة بيتكلم عنها، منهم الهدف من الحياة والغرور، موت، وحدة، مغفرة النفس، ثقة، اكتئاب، ونضج. فيلم صغير رسوم متحركة بيتكلم عن قط شايف نفسه فوق الكل وأسطورة ما بيموتش، انه انحصر في الخوف من ذاته، الخوف من ماضيه، الخوف من نفسه، والخوف من الموت. بيطلع مجموعة مشاهد عظيمة جدا بتبين مدى جمال مجال الرسوم المتحركة، انها تقدر تخلق روح من العدم وتقدر تطلع انسانية جميلة جدا من اي شيء. القصة بتاعت الفيلم والبناء بتاعه محترم جدا الصراحة، بيبتدي بشكل كرتوني واخراج فني جميل جدا يحبب العينين في الفيلم ومؤثراته، ويخلي اقل مشاهدين داخلين يتفرجوا على الفيلم يحسوا انهم جايين يشوفوا حاجة قريبة من فيلم The Bad Guys في الكوميديا بتاعته. بس ده يا دوب بيعبي عشان يطلع العظمة اللي الفيلم ده مخبيها. مميزات الفيلم ده حرفيا موجودة في كل حتة في الفيلم، من اول ما الفيلم يبدأ ومع الاكشن اللي بنشوفه. ولو حضراتكم دي اول مرة تشوفوا فيلم لدريم وركس، الاكشن بتاع دريم وركس في الافلام الرسومية لا يعلى عليه، حرفيا ممتاز، وده من بعد زمن ومضى. كأن دريم وركس اللي احنا نعرفها رجعت بالفعل وبتقدم لنا عظمة ما بعد عظمة. الانتقال ما بين رتم الفيلم ده كمان جميل جدا ومش بيكسر الرتم بتاعه بشكل غير مريح. رتم الفيلم ماشي بسلاسة وارتياح جميل جدا. ونقطة في صالح الفيلم كمان انه عارف يمسك نفسه من اول ما يبدأ، وعارف ايه المسار المتاخد لحد اخر لحظة. الفيلم عارف ازاي يطلع المشاهد بتاعته بطريقة تفاعلية ومليانة طاقة، وحتى في اقل الاحيان وقادر بشكل جميل جدا انه يخلي المشاهدين يتفاعلوا معاه. شخصية الفيلم التانية بقى هقولها بمصطلح They don't overstay their welcome. الشخصيات بتاعت الفيلم كلهم من رئيسية لجانبية، من النوع اللي محدش هيزهق منه لما يظهر على الشاشة، وكلهم بيدوا تنوع جميل جدا في المشاهد وازاي هي بتخرج. الجميل برضه ان اقل الشخصيات الجانبية او الثانوية بيكون ليهم دور في القصة في الفيلم، حتى اللي بيظهروا مرة بلمسات طفيفة ولطيفة ممكن تخلي عالم الفيلم يسطع ويمتلئ بالروح. في لمسات كتير في الفيلم ده بتطلعه بشكل عظيم جدا، ممكن نقول انها اتاخدت من سبايدر فيرس واتعملت على فكرة الفيلم ده، ولحد دلوقتي هم كتير فعلا. تعامل الفيلم مع الشخصيات بتاعته ومع الحالة النفسية والفكرية لكل شخصية موجودة تعامل الصراحة فريد من نوعه. الفيلم مش بيتعامل بسخافة كأن الفيلم الجمهور بتاعه أغلبه أطفال وهيبقى أهطل ومش فاهمين أي حاجة ولازم نوضح لهم بسخاء. الفيلم محترم نفسه كمنتج سينمائي للجميع ومش سطحي، وما عندوش أي مشاكل إنه يدخل عميق على المشاهدين في المشاعر، حتى إنه يقدر يوصل للمشاهدين الإحساس بالخوف. ويا سلام، الفيلم ده بيعرف يحط تهديد لشخصية وخليها تقيلة وخطيرة مع شعور متكامل بالقوة، وما
وما تتحسش انها تعبانة زي بيكسار او ديزني، ومع ذلك تطلع في الاخر مش هي الشخصية الشريرة، لا مؤاخذة. وبرضه تتفرج على الفيلم، الشخصية الشريرة بتاعت الفيلم بقى بغض النظر معلهاش اضواء بالكامل ومش هي اللي عليها التركيز بالكامل، الا انها اتعمل لها بناء حلو جدا في الفيلم، وكان في نوع من انواع الكوميديا قصاد البناء بتاعه. وعايزين نقول تاني، الاكشن بتاع دريم ووركس لا يعلى عليه، والرسومات والمؤثرات بتاعت الفيلم برضو جاية في لحظاتها المناسبة مع الاخراج الفني الجميل جدا بتاع الفيلم ده. الاغاني برضو مش من النوع بتاع ديزني اللي هيبقى مزعج او كرنج واغنية معينة هتلزق مع المشاهدين او الاطفال وهيجيلنا صداع بسببهم، بس الاغاني هنا بتمشي بشكل ملائم وممتع جدا مع اخراج ومشاهد الفيلم، حاجة في غاية الجمال. بس انا مش عايز اقول انه فيلم ممتاز بمعنى ممتاز انه مقفل اللعبة، عشان الفيلم بكل مميزاته وبكل العظمة اللي بيقدمها الصراحة بيقع في حتة الشخصيات، انه مقدم شخصيات كتير وكل شخصية ليها قصة، بس مش كلهم واخدين وقت كفاية عشان يتبنوا في الفيلم، وممكن يبين الفيلم انه مليان حشو. هي عموما مشكلة صغيرة جدا في الفيلم تكمل في البناء بتاع الشخصيات الجانبية والثانوية مش اكتر، حاجة مش هتأذي الفيلم جدا في الحقيقة، بس هيتم ملاحظتها مع نهاية الفيلم مع الشخصيات التانية اللي هتكون موجودة. وعموما برضو الفيلم عامل شغل ممتاز في التعامل مع شخصياته، والفيلم مش هيبان خالص انه مليان وفيه حشو. اخراج الفيلم العام والرسومات عاملين شغل كويس جدا انه يدي للمشاهدين الراحة اللي محتاجينها، وفي نفس الوقت ما يتحسش انه فيلم تقيل او مزعج او مليان. هتلاقوا في الفيلم الميكس الكافي انه يكون ممتع، فوضوي، مليان شخصيات ومشاعر وبناء واكشن، والعالم اللي بيمر بالحياة بشكل مرفه، وما ننساش الرسومات. واخيرا اسباني. انصح جدا بمشاهدة الفيلم دوت بأي طريقة ممكنة، وان امكن يعني حاولوا تشوفوا الفيلم كتجربة سينمائية، لان دي تجربة لا تعوض الصراحة. واكتر من كده ان الرسومات والاجواء بتاعت الفيلم السينمائية والمؤثرات جميلة جدا. لو تقدروا برضو حاولوا تشوفوا الفيلم بأحسن جودة ممكنة، عشان طبعا الرسومات والمؤثرات والصوتيات وما غيره من حاجات الفيلم بيوفرها هيطلع الفيلم بمتعة لم تكن من قبل. فعشان كده انصح بالتجربة السينمائية اولا، وبالمرة لما ايرادات فيلم زي دوت تكون عالية وتاخد لحظتها قصاد الافلام الرسومية التانية، وكون الفيلم اصبح ترند هيجبر استوديوهات الافلام الرسومية التانية انهم يبدعوا بقدر الامكان، عشان محدش عايز يعمل فيلم معفن ويضيع الايرادات العالية دي كلها اللي فيلم زي بوس ان بوتس استحقوا. روحوا بقى شوفوا الفيلم عشان ما ينفعش واحد من اعظم افلام 2022 ما يتشافش. واخر حاجة، الزعيم الاخضر راجع. شكرا لمتابعة الفيديو، وهسيبكم تكملوا بقية يومكم. اديوس.